هلا وشلونكم؟ وصفة كباب ملوك من الوصفات السهلة والطيبة وضروري تجربوها. تعالوا نشوف الطريقة. عندنا لحم مثروم، ضفت عليه راس بصل مثروم ناعم، فص ثوم مثروم ناعم، وكرفس مثروم ناعم، ملح وفلفل أسود، وأبدي أعجن اللحم كله ويا هاي الخليط لحد ما يتماسك عندي، وأبدي أشكله بيدي على شكل أصابع بهالشكل هذا، حجمها وسط لحد ما تخلص الكمية. هالمرة سويته بالقلاية الهوائية، استخدمت قلاية فكير بدون لا دهن ولا أي شي تاني. استوى عندي أخذ وقت تقريبا ربع ساعة، حرارة 200. هنا أنا بجهة ثانية بمقلاة راح أضيف زيت زيتون قليل، وأضيف راس بصل مثروم شرايح أذبله، وبعدها راح أضيف عليه فلفل شرايح وطماطة ورشة ملح وفلفل أسود، وأرفعه من النار. هنا راح نسوي الخليط اللي هو عبارة عن ملعقة معجون، ملعقتين دبس رمان، ملح، ونص كوب مي، وأخلطه يكون جاهز عندي. هسه بالبايركس راح أضيف أول شي الخبزة، وأضيف عليها قليل من زيت الزيتون وقليل من الصلصة اللي سويناها. أضيف الخضار اللي حمستها، وأضيف الكباب ورشة سماق. بعدها راح أضيف الخبزة على الوجه، وأضيف باقي الصلصة على الوجه ورشة السماق، وأدخله فرن حامل رف الوسط، ياخد تقريبا شي ربع ساعة ويتحمر عندي ويصير جاهز. سويت وياه كوبة حلب بالقلاية الهوائية، طلعت تحفة. علينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية.